خليكم معنا بفلوج اليوم ما يتعدد. عدنا من جديد يا جماعة. حاليا ما بعرف شو اظبط المايك، بس انه يعني بدي احاول اظبطه. هلا عبيت بطاقة الباص وننطلق الى دبي مول. على اساس رفقاتي كانوا ينزلوا بس ما نزلوا، ما بعرف اذا رح ينزلوا ولا لا، بس يعني هنحاول نوصل لهنيك. طيب حاليا وصلنا على دبي مول. هاي القطار مشي، فرجوا نازلين حاليا. فحاليا صيف بدبي، اعتقد انه المشاريع انه ممكن تعملها برا المولات شوي صغيره، بس حنحاول نعمل شيء، يعني نحاول قدر الامكان نعمل شيء، فخلوك معنا يلا. طيب حاليا يمكن اجرأ شغله ممكن تعملها انك تصور بين كومة بشر. حاليا عم نحاول نوصل 1000 متابع، 1000 مشترك، فاشتركوا بالقناه تحت ويلا اورجيكم شلون الصيف عم بيمشي. يعني هو صيف دبي مثل ما مكتوب بالعنوان، بس للامانه انا ما راح اغطي كل شيء اليوم، ولكن حنحاول قدر الامكان نورجيكم يعني احد اهم الشغلات الموجوده في دبي، وهي دبي مول. هي اغلب الناس اول ما تجي على دبي هي بتجي لعندها. في مكتبه كثير حلوه عن جد، انا بروحها دوما، هورجيكم عليها. الطريق هلا بين المترو والمول في تقريبا حوالي 10 دقائق لربع ساعه مشي، بس انه هي كلها مكيفه فما تاكلوا هم. فيلا خلينا نوصل على بدايه المول وبورجيكم شلون. ملاحظه بس وصلتوا لمرحله انه انتم ترفعوا الكاميرا قدام الناس حواليكم وانتم تحكوا بطبيعتكم وما لكم خايفين لا من جادجينج ولا من حكم الناس، وانه ايه انت ماسك كاميرا وعم ترفع لفوق مصور حالك وبس خلصت. اذا ما عرفت انك تتاقلم مع الموضوع انه هو خلص وانه هذا شغلك وانه هذا شغفك وانه بتعمل انت شيء بتحبه، ما راح توصل ليوم من الايام توقف قدام بمسرح قدام كثير من الناس وياخذوا شغف منك. فيمكن هي عن تجربه، يعني بقيت هلا حاليا شعوري انه في كثير ناس عم تمشي حوالي بس الواحد ولا يعطل طلع علي، لانه عادي مسؤولي جدا عن الموضوع. عملت سيرش صغير على فيديوهات اليوتيوب اللي هي عن صيف دبي، ولكن ما حدا حكى عنها، فهنحاول هلا نحن نغطي لحد ما شويه شغلات اللي هي تعتبر اهم شيء موجود في دبي، هي دبي مول. طيب يا جماعه almost وصلنا، هذا صار المول. حاليا وصلنا هيك مثل سوق هيك صغير شبه سوق الحره تقريبا، عم بتوصل على المول. فرج هيك شويه شغلات، يكون في ناس واقفين برا بالدكتور. هاي دبي مول، بلش ندخل عليه. حاليا وصلنا يا جماعه، شوفوا اللفته كثير كبيره. هلا اول مكان رح نروحه انا المفضل عندي هو المكتبه هاي، يمكن هي اكبر مكتبه، ما هي اكبر مكتبه، هي اول مكتبه بشوفها كثير كبيره كانت، طبعا في اكبر منها بس حندخلها. بس حسألهم اول شيء اذا كان مسموح التصوير ولا لا. هنشوف. تفرجوا يعني مكتبه كثير كبيره لدرجه، بس تفرجوا يعني كبيره لدرجه انه ما بتصور مين ممكن يكون فيها عن جد. طبعا هون في قسم العربي، طبعا مصنفين تطوير ذات، قسمي المفضل. هون شغلات الاطفال، القصص. طبعا فن لو بلد انا فقره قارئه، فن لو بلد قارئه من احلى كتب يمكن بقراها. هكذا تتعافى كمان كثير حلو، كثير كثير حلو. هدول الكتب يمكن هدول احلى اهم الشغلات. طيب بمناسبه الكتب تعالوا اورجيكم الكتب اللي انا قارئهم. هاد اول واحد، عقدك النفسيه سجنك الابدي، من احلى الكتب انا قارئها. عادات ذريه لسه ما قراته. كمان ايش في كمان هدول هيك مبدئيا. عن جد تخيلوا حالكم هيك مكان مليان كتب، انه برو عن جد تعبت كيف الورقي، فانه عادي اوكي. وصلنا قسم الانجليش، كمان في فود اند درينكس. هون كمان سيلف هيلب، بس هون كله انجليش. هذا انجليش. لا تستسلم واعمل الشيء اللي بدك اياه. عن جد حاولوا تقرأوا قدر الامكان كتب، و هاي افضل مكان ممكن تعملوه بحياتكم. قصدي عفوا قصدي ان افضل مكان ممكن تزوروه. خلصنا طلعنا من المكتبه، طلعنا لهون كان شرف دي جي كثير كبير. كمان مول كبير جدا لدرجه انه في 3 طوابق لتحت، طبعا في طوابق ثانيه حسب انت باي زاويه. على فكره انا بصور كمان عن جد ستيل، ما بعرف انه اذا الموضوع مسموح او ممنوع، بس يعني عم بحاول اعمل شيء. اذا صار مشكله اعرفوا انه هذا الفيديو ما راح ينزل. وين بدكم اخذكم؟ تعالوا ناخذكم اول شيء على انه الناس اول ما تجي على المول ايش تعمل؟ بتروح على النافوره. هلا حاليا النافوره هي تحت الصيانه، ولكن نحاول نصور لكم برج خليفه يعني والنافوره مع بعض، لان هي كثير مشهوره فيها. اعتقد تحت وين صارت؟ يمكن تحت او فوق. طبعا المول كثير كبير لدرجه انه انت ممكن تضيع. اتفرجوا كميه الناس وكميه انه خاص يعني بتضيع رسميا بتضيع. اتمنى اني ما اضيع، اتمنى
لأن الموضوع كثير سيء كثير صعب. بس حنشوف لما نوصل. هي أول مرة يعني هيك بتجرأ وبرفع الكاميرا وهيك، بس إنه لحد الآن الأمور تمام. بحس حالي كل ما بكون مرتاح أكثر وعم بتعامل كأني عندي مثلا مليون متابع وعم بصور شيء للناس. طلعوا هون سامسونج شاشات وحركات. هلا حاليا دخلنا المفرع أنا هون حافظون إنه هون في عندكم فرجوا باركرز، وهون بتنزل تحت في عنده ابل، وتحته هون هذا بطلع برج خليفه. اعتقد انه هون كمان من اغلى المطاعم لاني طلعته على برج خليفه دايركت. طبعا ما في داعي احكي لكم على انه ابل عباره عن يعني قمه الفخامه. بس حالك انه خلاص وصلت في عالم اخر من الناس ورقي. خلينا نوصل على الفيو اللي بدنا اياه، محل ما كل الناس بتروح وبتقول لك انا رحت على برج خليفه وتصوروا كميه الصور اللي فيها بتكون غير منطقيه. طبعا ما حدا عم بيطلع حاليا الا اذا كان مثلا هو عم بوصل كثير شغلات، انه بوصل انه ما حدا بيطلع غير اذا مثلا مضطر جاي مثلا قبل 3 ايام يتصور ويمشي. والنافوره صحيح حاليا هي تحت الصيانه طلعت لكم من شوي، بس يلا. طبعا يا جماعه حاليا وصلنا، اول ما تطلعوا بكون هيك الفيو. فرج الفيو عباره بكون عن هيك. ووبا طبعا هي تحت الصيانه، ولكن هذا البرج وصلته وهكذا. والله عم بروح انا على المنطقه الثانيه، هون في اسمه سوق البحار. فرجوا هاي كمان منطقه تعتبر مشهوره بأكل السمك. هون محل نجينا. وهي برج خليفه كمان مره ثانيه. فيلا خلينا نرجع لان صار كثير طوبه للامانه، كثير طوبه مو شوي. بس في نفس الوقت وحده خجلت وحده تعبت من الكاميرا يا جماعه. سوري. طيب هلا احد الشغلات اللي ممكن انت تستفيد منها بدبي مول انه كميه المطاعم الموجوده هون غير منطقيه، يعني كثيره. فانت في عندك خيارات كثير، بس كمان حسب الجيبه. اذا كان معك مصاري منيح في كثير مطاعم خيارات حلوه. اورجيكم احلى فلوج ممكن تعملوه بصيف دبي. صح انه العرق عم بزخ مني، ولكن حنوصل بيوم من الايام. يلا أنا متأكد إنه بيوم من الأيام حنوصل لمكان نوقف هون بنفس المكان بنفس المطرح، بس يكون معي جروب من الناس اللي هي عن جد حابة تكون وتوصل رسالة كثير حلوة وتشجع الشباب، مثل ما أنا تشجعت من الناس هن هلا كثير كبار، أحمد أبو الرب أو وسام قطب. هدول الناس أنا بالنسبة لي بعتبرهم هيك كثير تعلمت منهم. والله من جديد صح طارق تبع منصة تخيل ودكتور منذر، يعني هدول الناس ألهموني لأنه ما تخاف من شيء. كمية العلم اللي عندهم بتقول لك انه كل ما زاد علمك وثقتك بحالك انه خلاص ما في شيء مستحيل عليك، وانت وصلت الليفل ماكس تبعك. فما تخافوا من شيء واعملوا الشيء بدكم اياه حتى لو قدام آلاف الناس، ما دام انتم ما بتعملوا شيء غلط وما تكونوا خجلانين منه خلاص ما في داعي للخجل. طبعا هون فوق الراس ابل، ممكن توقفوا هون فوق فتشوفوا الناس كمان هون عم تطالع اطلالات فورا دايركت لفوق. فخلينا ندخل لجوا لاني عن جد دخل على جبيني. هي المدخل. لما طلعنا لفوق صار ابل طابقين واخر شيء المطعم فوق محل ما كنا. ممكن شغلات فعاليات اللي انت عن جد ممكن تعملها هون. في عندك مطاعم، هلا رح نروح على المطاعم. في عندك ليجو عفوا ليجو. طلعوا الليجو، جربتهم طلعوا الليجو. مين ما بحبهم؟ مين؟ قالوا لي بس مين ما بحبهم. في تزلج هذا بورجيكم اياه، وفي السوق الصيني ممكن تروح عليه فيه شغلات كثير حلوه. في مطاعم بشكل عام وهي شغلات كمان حلوه ممكن تعملها انت هون. في حال مثلا انت جيت لهون وحابب تعمل فعاليات. وغدا عن هيك انه خلص يعني باقي كله باقي اسواق هي براندات عالميه وحضورات. وصلت مكان صحيح كمان ممكن تزوروه تاخذوا صور كثير حلوه عليه. هلا بورجيكم اياه. فرجوا كميه الناس اللي عم تصور كمان. وي اوبا شوية أمور ممكن تعملوها هون، تصوروا هون وتاخذوا صور حلوة تذكار. هي كمان أحد الشغلات اللي لازم تزورها بدبي هون. أنا ما بعرف، أنا ما عم بحفظ حرفيا طفيت الكاميرا عم بقول في شيء لازم أحكيه، وعن جد لازم تشوفوا أنتم الشغلات اللي حلوة اللي هون موجودة. بس طلع هون بتحس حالك يا زلمة. فرجوا على اساس انه عم بحاول اقنع رفقاتي انه نلعبها. والله اساسا رفقاتي على اساس انه نجي نلعبها لهون، بس ما حدا اجى، ما حدا اقتنع بالفكره لاني ما حدا بتعلم وما حدا بده يتعلم. فرساله لكم، عرفوا انه الفيديو الجاي رح يتصور هون. شوفوا رح يتصور هون
هون راح نتصور. اعتبروه تحدي. تحدي وراح ننجح فيه كلياتنا. شوفوا عمو هذا. هلو. طبعا هون انا حكي كمان عن ديناصور انه ارتفاعه قد كان طوله ما بعرف شو. طبعا على فكره بالمناسبه هذا كان له راس. راسه موجود. اوكي شوفوا هذا راسه. هذا الراس هذا الصغير. هلا شغله كثير مهمه لازم تعرفوها انه هون لا تشتري شيء ابدا لان كثير حيكون غالي. اذا انت جديد وما يعني اصرارك المصاري اللي معك هن يعني الى حد ما محدوده فما تشتري شيء الا اذا كان ضروري جدا. طبعا يطلعوا لي فئات يقولوا لي انت اشتريت. لا اشتريت لاني كنت مضطر واشتريت باور بانك. يا جماعه باور بانك شاومي افضل منتج في التاريخ ممكن تستخدموه عن جد. طلعوا كبله منه حطوه خلصنا 10000. حجمه صغير طلع حجم ايدي. حجم الشاحن يعني كثير صغير يعني بحط في الجيب وخفيف يعني كثير خفيف عن جد. هذا اسرع اعلان بعمله بحياتي يا جماعه وببلاش. فانه حاول قدر الامكان ما تشتري شيء يعني عن جد كثير غالي. يعني مثلا دخلت مره على محل اعتقد لويس فيتون او هيك شيء يمكن اقل قطعه بلوزه عاديه حقها ب 2000 درهم 2500 درهم يعني عم نحكي تقريبا بحدود ال 500 600 دولار تقريبا. كثير غالي كثير غالي يا جماعه. وين رحت؟ ضاعت كاني. هم يا جماعه الخير وصل الاكل شوية مقرمشات لانه ايش بدكم تعملوا بالحياه؟ اعملوا لانك تحبوه ما انكم خايفين من فلان وعلان ما بعرف شو. انه كلام الناس مستحيل يخلص. يعني انا اشتغلت مثلا بالموضوع اشتغلت بالنادي بيحكوا عليك. انا اشتغلت كمان بيحكوا عليك. انه ايش بدكم يا جماعه؟ كلام الناس يمكن اصعب شيء ممكن تواجهه في حياتك. يمكن اصعب اكبر عائق ممكن تواجهه. بس لازم تتصالح مع حالك وانت الشيء اللي عم تعمله عم تعمل اللي تحبه. واذا حدا ناقشك عليه بتقول له كل هوا بعمل شيء بحبه. بس استمتعوا بحياتكم يعني بعد فتره من الزمن ما حدا رح يجي عندكم او بالاحرى هتقول بالخمسينات الستينات والله ما عملت شيء لاني كنت خايف المجتمع. بس بما انت بتعمل شيء بدك اياه بالعشرينات او بالثلاثينات بالاحرى بلش بقى جسمك يتعب وتقعد في البيت ويا ريتني عملت يا ريتني سويت. حاولوا تستغلوا كل لحظه. بالنهايه ما حيكون عندكم غير عائلتكم الحلوه الحبوبه. ما حدا رح يتذكركم بالاخير عن جد. انه فكر فيها بعد 100 سنه مين يتذكرني؟ خلص عم بعيش حياتي مثل ما بدي وعم بعمل الشيء اللي بدي اياه. انك تعرف اللي بدك اياه كثير صعب. احلى شيء تكون كاميرا ما عم تصور. يا جماعه ما احسن ما اصوركم هذا المنظر بربكم. طلعوا المنظر ما احلاه. تحس حالك في امريكا في مكان معين. طلعوا بربكم عن جد يعني مكان رائع. منطقة كثير بتجنن يعني يمكن من احلى المناطق الموجودة. يمكن هي من احلى المناطق الموجودة في دبي. تحس حالك يعني بامريكا ما في دبي ولا في بلاد عربية اساسا. مرحبا صباح الخير. وصلنا على المكتب الثاني طبعا. حاليا مضطر انهي الفيديو. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوا زر الاشتراك والسبسكرايب لحتى نوصل 1000 متابع. الفيديوهات الجاية تكون كثير احلى وان شاء الله الاديت تبع هذا الفيديو يكون كثير عجبك. استاذي عزيزي انستي ايوه تمام. فلازم زر الاشتراك تحت وخلينا نولع الدنيا ونكون من اكبر صناع المحتوى الموجودين في الشرق الاوسط. هدف كبير ولكن دوما نطمح للاعلى. يلا سلام.